عن مناورات جوية تحديدا تحت مسمى نيوخرس 2017 في اليونان ومع سلاح الجو اليوناني. صحيفة أرس تحدثت عن أن هذه المناورات تمحورت حول عدة تدريبات عسكرية جوية اقتصرت على المجال الجوي منها ومع سلاح الجو اليوناني بمشاركة دول أخرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. واللافت بحسب الصحافة الإسرائيلية هي مشاركة سلاح الجو الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع سلاح الجو الإماراتي تحديدا بطائرات F-16 الإماراتية. وأوردت الصحيفة صورا لطائرات إماراتية يوجد عليها العلم الإماراتي جنبا إلى جنب مع الطائرات الحربية الإسرائيلية. هناك بطبيعة الحال تدريبات تتعلق بتصويب الأهداف وبقضايا تتعلق بإطلاق الصواريخ ومواجهة إطلاق هذه الصواريخ. كل هذه المناورات تقول الصحافة الإسرائيلية بأنها دولية ولكنها تتمحور في أسلحة تعود طائرات لأسلحة جو في المنطقة. ولكن اللافت كما ذكرت هي مشاركة الإمارات. بحسب هآرتس هي ليست المرة الأولى التي تتم بها هذه المشاركة. في العام الماضي كانت هناك مشاركة تحت مسمى ريد